السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم في فيديو جديد. ناس كتير سألتني عن الموضوع ده، ازاي اثبت على الصلاة او اي حاجة في حياتي سواء جيم شغل ايا كان. طيب مبدئيا بس كده لازم نبقى مدركين وعارفين ان الحاجة اللي احنا عايزين نثبت عليها دي مهمة وعارفين اهميتها، لان انت لو مش عارف اهميتها فدي مشكلة تانية. طيب احنا عرفنا اهمية الحاجة، خلاص نبدأ بقى نخش في الحاجة دي. الحاجة دي هي ايه؟ صلاة ولا اي حاجة تانية؟ نبدأ بالصلاة. الصلاة عشان تثبت فيها محتاج تعرف حاجات كتير، محتاج تغلط كتير وتصلي وترجع، ومحتاج. أنا مريت بمشكلة والتزمت كتير ورجعت تاني. الحاجة اللي خلتني أثبت حابب أفيدكم بيها. طيب أولا بس كده هيبقى عندنا 10 نقط، تمام؟ ال10 نقط دول لو عملتهم بإذن الله أنت هتثبت على الصح. طيب أول حاجة عندنا هي الاستغفار. الاستغفار يا جماعة، الاستغفار مهم جدا. هتبدأ، أنا دلوقتي رايح الشغل بتاعي، رايح أقعد مع صحابي، رايح أيا كان، أستغفر ربنا وأنا في المواصلات وأنا في الطريق 20 مرة في المواصلات، 20 مرة في الطريق. استمر على الموضوع ده أسبوع أسبوعين، وبإذن الله ربنا هيخلي قلبك يبدأ يشتغل. طبعا الكلام ده الناس اللي هي مش قادرة تصلي ومش حاسة إن هي عايزة تقوم تصلي، الموضوع ده هيبدأ يشغل قلبهم شوية. طيب أنا بدأت خلاص أستغفر ربنا بقالي أسبوع، تمام؟ أبدأ أدعي، تمام؟ يا رب، يا رب اهديني، يا رب قربني منك، يا رب اهديني من قلبك. طيب بدأنا نستغفر ربنا وبدأنا ندعي ربنا. ثالث حاجة نبدأ نسمع قرآن. يا جماعة القرآن ليه سطوة كبيرة جدا على القلوب. ممكن نبقى نتكلم عن الموضوع سطوة القرآن في فيديو تاني، يعني ده حاجة لوحده، يعني حاجة كبيرة. ولكن اسمع قرآن قبل ما تنام في أي وقت من يومك. حاول بعد كده تقرأ ولو جزء صغير من القرآن، خصوصا لو صوتك كويس تحب الموضوع ده. طيب بعد كده حاول القرآن ده يبقى بدل الأغاني، تمام؟ طيب رابع حاجة عندنا وهي الفيديوهات التحفيزية. الشحن يا جماعة، يعني على رأي الشيخ حازم شمال، الشحن مهم جدا. انت لازم تتشحن كل شوية علشان البطارية بتاعتك ما تفضاش، عشان ما ترجعش تاني. طيب انا هشحن نفسي ازاي؟ فيديو تحفيزي، نتفرج على فيديو واحد في اليوم، تمام؟ ما قدرتش فيديوهين في الاسبوع، فيديو في الاسبوع، المهم يبقى فيه شحن. طيب شحنا، بعد ما شحنا انا هبدأ اثبت على فرض واحد بس. يبقى احنا هنا قلنا اول حاجة الاستغفار، تاني حاجة الدعاء، ثالث حاجة سماع القرآن، قراءة القرآن، تمام؟ رابع حاجة وهي الفيديوهات التحفيزية. خامس حاجة عندنا وهي إن أنت تثبت على فرض واحد بس. نقي الفجر، العصر، الظهر، أي فرض أنت قادر إن أنت تقوم تصليه. بعد طبعا خلاص بقى أنت لما عملت الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها خليتك تقدر إن أنت خلاص أنا عايز أقوم أصلي، بس مش قادر أصلي 5 فروض، أنا هصلي فرض واحد بس. أوكي تمام، أنا هصلي فرض واحد بس أثبت عليه بشرط واحد. هنا السر يا جماعه، شرط واحد. الشرط ده تثبت على الفرض ده اول ما الاذان ياذن تقوم تفز تصلي في ساعتها، بتاكل، بتتكلم، بتلعب، بتشتغل، بتعمل اي حاجه، اقوم اصلي اول ما الاذان ياذن. مش هقول لك بقى ردد الاذان، لا انا مش عايز اي حاجه منك غير ان انت تقوم تصلي. طيب انت صليت والتزمت بالفرض ده، كده انا عملت النقطه رقم 5. النقطه رقم 6 ان انت تحاول تزود الفرد ده 2 3 4 لحد ما توصل لل5 فروض. بدأت وصلت ل5 فروض تصليهم في البيت، وأول ما الأذان بيأذن بتقوم وما بتسيبش فرض واحد.
ولا تجمع صلاة على صلاة. تمام؟ دي أساسيات هتمشي عليها بإذن الله، هتوصل للي أنت عايزه. مش هتمشي عليها هتنتكس تاني. طيب، عملت الحاجات ديت، أبدأ بقى يا جماعة أزود العلم بتاعي شوية، عن طريق فيديوهات أو عن طريق قراية أو عن طريق أيا كان. زيادة العلم هتخليك ما تنساش. طبع الإنسان بينسى. أنا لو عرفت أهمية الحاجة وعرفت حاجات كتير عنها واتفرجت على فيديوهات كتير وبطلت أنسى. عشان كده بنقول الشحن مهم جدا. طلب العلم مهم. وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. طيب، بدأت إن أنا أزود العلم بتاعي، ساعتها ده هيخليني منساش الهدف بتاعي، منساش إن أنا ماشي في طريق لربنا. طيب، في شوية نصايح هنبدأ نقولهم في آخر الفيديو إن شاء الله. طيب، النقطة رقم 7، تبدأ تصلي السنن، مش كلها، فردين، فرض، لحد ما تعدي نفس المدة، أسبوع أسبوعين، وبعد كده تبدأ تلتزم ب5 فروض فيهم السنن. لو لاحظتوا هتلاقوني بجيب لكم الموضوع بالتدريج. أهم حاجة التدريج يا جماعة. الدنيا ما اتبنتش في لحظة، كل حاجة اتبنت بالتدريج، وإحنا اتعاملنا بالتدريج، وكل حاجة بالتدريج، وكل حاجة إن شاء الله هتمشي. طيب، عملنا السنن، خلصناها. نبدأ بعد كده، أنا خلاص بقيت أقرأ قرآن وأقرأ حاجات عن الدين وأشوف وأفسر وأسأل وأعمل. الصحبة يا جماعة، الصحبة مهمة جدا. تاني حاجة إن أنا لازم صحابي يبقوا، مش بتكسف إن أنا أذكر ربنا قدامهم، ولا بتكسف إن أنا أقول تعالى نصلي، ولا بخاف إن أنا أذكر ربنا قدامهم. ده مهم جدا. طيب، 9 حاجة، وهي صلاة في المسجد. الصلاة في المسجد حاجة تانية، 27 ضعف يا جماعة. الصلاة في المسجد أنت بتصلي في بيت ربنا، طول ما أنت قاعد كده الملائكة، يعني في بركة وروحانيات غريبة هتحسها لما تصلي في المسجد. طيب، بدأنا نصلي في المسجد، خلاص التزمنا وثبتنا. 10 حاجة عندنا، وهي أهم حاجة وهي آخر حاجة، بإذن الله بإذن الله التزم عليها، وإن شاء الله ربنا هيثبتك. وهي يا جماعة الدعاء بالثبات. تمام؟ إقام الصلاة. إقام الصلاة. في ناس، يعني أنا ما بتريقش على حد، بس في ناس أول ما تيجي تصلي الله 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 كده، هي دي الصلاة بتاعتهم. مش مهم هو متقن الصلاة دي ولا لأ، مش مهم هو بيفكر في كل كلمة في الصلاة ولا لأ، مش مهم أنا بقول الرحمن الرحيم، مش بفكر في الرحمن، مش بفكر في الرحيم، مش بفكر في الله أكبر. ليه الله أكبر؟ يعني إيه سبحان الله بقى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. مش بفكر في أي حاجة زي دي. طب إزاي ربنا يتقبل صلاتي؟ كان في يا جماعة شيخ مش متذكر اسمه دلوقتي، كان ذكر حاجة كانت جميلة جدا، وقال لك إيه؟ قال لك إزاي تعرف صلاتك مقبولة ولا لأ؟ هتلاقي نفسك بتنهاك عن الفحشاء والمنكر، تلاقي نفسك عمال كل شوية أنا بدأت أحس إن ده حرام، أنا هبعد عنها، أنا بدأت أحس إن ده حلال، أنا هقرب منه، ماشي في الطريق إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. عز وجل. طيب، بص يا جماعة، هتدعي في كل سجدة، كل سجدة الدعاء ده هتثبت عليه لحد ما طول عمرك. تمام؟ اللهم ثبتني وجدد الإيمان في قلبي يوما بعد يوم. تمام؟ تدعي الدعاء من قلبك في كل سجدة أو في كل صلاة على حسب ما تتذكر. حاول على قد ما تقدر في كل سجدة تدعي. وقبل ما تسلم كان في دعاء حلو كان ذكرني بيه حد كده، جزاه الله كل خير. الدعاء ده جميل جدا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن طاعتك. اثبت على الأدعية دي واخلص النية لله وادخل الصلاة. طيب كده يا جماعة، بإذن الله احنا خلصنا ال10 حاجات اللي احنا قلنا عليها.